مبروك لجماهير الزمالك، مبروك للزمالك. النهارده الزمالك بيفنش الدوري في 100 عقبه. وكنت خايف النهارده من ان معتمد جمال يلعب بنفس الطريقه الدفاعيه بس انا مش هتكلم بقى في فنيات والكلام ده كله. النهارده خلاص، انت اللي مطلوب اتعمل. النهارده انت المفروض تكسب او تتعادل على الاقل. الحمد لله كسبنا عشان يعني نفنش الدوري واحنا حتى في فارق نقط. فمبروك للزمالك ومبروك لجماهير الزمالك. هاردك طبعا لاخواتنا الاهلاويه، انا عايز اقول لهم ما يزعلوش، طالعين مركز ثالث، هتلعبوا السنه الجايه في الكونفدراليه، مش عايزك تبقى زعلان. المفروض ان يعني دي البطوله اللي المفروض حضرتك هتاخد بيها نادي القرن يعني. فما تزعلش يعني، انت كده كده خدت بالبطوله دي نادي القرن، فطبيعي عادي يعني. ما فيهاش مشكله يعني ان انت تعمل لك تارجت منها عشان برضو يعني تقدر تحافظ على اللقب بعد ان شاء الله 100 سنه يعني. فمبروك لجماهير الزمالك. النهارده الاداء بنسبه 75% اداء لعيبه. سيبك من الفنيات، انا مش هكلمك في فنيات والكلام ده، خلاص الدوري انتهى وانت عندك لعيبه مصابه وي الكلام ده كله، وما عندكش تغييرات كتير، فمش هنتكلم بقى في فنيات وطريقه لعب والكلام ده كله. الفكره كلها ان معتمد جمال اعتمد على المجموعه اللي معاه، والحمد لله النهارده قدرت يعني بهفوه او بغلطه من سعد سمير، والحمد لله انها جت من سعد سمير عشان محدش يعني يتكلم. الحمد لله قدر الزمالك يخلص الماتش. بس انا يعني انا عايز يعني الكره بتاعت شيكوبانزا دي، انا ما اعرفش الحكم اللي غالي، انا مش فاهم يعني هي انا شايف ان الكره جون، والفار ما اعرفش الفار قال له تعالى بص عليها. انا يعني انا ما شفتش اي احتكاك خالص بين شيكوبانزا ورجب نبيل خالص يعني. فانا مش عارف يعني ايه سبب انها اتلغت جون. الحمد لله ان الحكم اجنبي عشان ما حدش بس يتلكك، سواء بقى كان لينا علينا. انا مش عايز اسمع من كلام من حد يعني. ف والجون اتلغى من هنا والكرة اتردت عليك بضربة جزاء. بس الحمد لله عواد، معرفش الإدارة بعدها بقى لها موسم طويل ليه، انا برضو مش عارف. مش يعني في حاجات، في تفاصيل كتير كده انا الواحد يعني المهم ضربة جزاء اتسدد، والحمد لله قدرنا نحسم الدوري بمكسب. فمبروك لجماهير الزمالك ومبروك لنادي الزمالك. دوري غالي، دوري مهم جدا السنه. الدوري ده مهم جدا جدا جدا، مع الصرف اللي صرفه الاهلي والصرف اللي صرفه بيراميدز، ان انت تحقق دوري. دي حاجه يعني